انا هنا جبت القرنبيط على حسب بقى الحجم اللي انتوا عايزينه، بيبقى فيه منه احجام وسط، صغير، كبير، على حسب بقى عدد افرادك وعلى حسب انتي عايزه القرنبيط تعمليه كام وجبه. انا هنا جبت القرنبيط الوسط دي وقطعتها على جزئين. عملت بقى جزء منه معاكم، والجزء التاني شلته في كيس وحطيته في التلاجة، وبستعمله بقى يعني كمان يومين ولا 3 ببتدي اطلعه واعمله بنفس الطريقه. بتقطعي بقى القرنبيط بتاعك على حسب المقدار اللي انت عايزاه، وبنقطعه على وردات بالشكل ده، وبنروح بقى نغسله كويس قوي. وبعدين بعد ما غسلناه وقطعناه بقى الحجم اللي احنا عايزينه ده، بنبتدي بقى نجيب بقى الوردات بتاعتنا ونقطع بقى القرنبيط. في جزء كده بيبقى غليظ كده من تحت، ده انا ما بحبوش، فببتدي اشيله. تمام، وبقطع بقى القرنبيط على حسب الحجم زي ما قلت لكم اللي انت عايزاه. تمام، يبقى على شكل وردات كده، بيبقى حلو قوي. وده شكله كده بعد ما قطعناه. هنجيب بقى دلوقتي حله فيها ميه سخنه، وتكون بقى توصل لمرحله الغليان. هنحط بقى ملح، ونحط عليها معلقه صغيره من الكمون. وفايده الكمون هنا علشان طبعا يعني الغازات، يقلل من الغازات اللي بتبقى موجوده في الكرنب والقرنبيط، فلازم نحط في ميه السلق كمون. تمام، وحطيت القرنبيط ده بتاعي بقى يتسلق كويس لمدة 7 دقايق، ما تكتريش عن كده عشان ما يتهرش منك. بنطلعه بقى ونصفيه في مصفى. يلا بينا نجهز بقى الخلطة بتاعتنا. انا هنا حطيت كوباية من الدقيق، وحطيت كزبرة ناعمة، وحطيت فلفل اسود، وحطيت ملح، وحطيت كركم. تمام، وحطيت كمان كمون. دي كده الخلطة بتاعتنا. تمام، طبعا الملح بتظبطيه بقى عشان يبقى طعمه كويس، ما تحاوليش تكتريه ولا تحاولي تقللي عشان يبقى مظبوط معاكي ويبقى طعمه في منتهى الجمال. هنقلب بقى كده المكونات مع بعض دي، وبعدين هنجيب ميه. انا هنا نسيت احط الكمون فحطيته بقى في الاخر، وقلبت بقى كويس بالشكل ده. وبعدين هنزل بقى بالميه، نحط بقى الميه شويه بشويه لحد لما يتكون معايا خليط متجانس كده، وفي نفس الوقت لا هو خفيف جدا ولا هو سميك جدا، يكون شبه خليط الكيك. تمام، وبعد بقى ما قلبنا كويس قوي وده كده بالقوام الخليط بتاعي اللي انا عايزاه والسمك اللي انا عايزاه، هبتدي بقى اجيب 4 فصوص من الثوم وابتدي افرمهم. وهنا الثوم في الوصفة لازم يعني اساسي وما ينفعش ان احنا نستغنى عنه، وكل ما كان طبعا الثوم فريش زي ما انا عملت كده بيبقى طعمه احلى ونكهته بتبقى اقوى. تمام، هنقلب بقى كويس قوي كده. واخر حاجة هننزل بيها بيضة. طبعا الخليط بتاعك على حسب مقدار القرنبيط اللي انت هتعمليه، عشان ما تعمليش خليط كتير ويبقى القرنبيط بتاعك حجمه يعني الكمية اللي هتعمليها بسيطة. لو هتعملي نص قرنبيطة كده زي ما انا عملت اعملي المقدار ده، لكن لو هتعملي القرنبيطة كلها ضعيف المقادير. خليط السائل ده خلاص جاهز معايا. هنبتدي دلوقتي نجهز تاني خطوة، وهي الخليط اللي هو بعد ما بنحط في السائل خليط السائل هنحطه بقى في الخلطة بتاعت الدقيق اللي احنا هنجهزها دلوقتي. حطينا كوباية من الدقيق، عليها معلقة من النشا، وبرضو بهرت بنفس البهار كزبرة وفلفل اسود وملح وكمون، وحطيت كمان كركم. تمام جدا، هنقلب بقى كده الخليط ده كده مع بعض. يبقى جهزنا خليط سائل وخليط التغطية اللي هو الخليط اللي احنا بنجهزه مع بعض دلوقتي، يبقى كده تمام. هنحط بقى زيت غزير على النار ونسيبه يسخن كويس قوي. وبعدين هنبتدي نعمل ايه تاني. انا هنا الخليط السائل تقدري تعمليه زي ما انا عملت كده وبس، وتقدري تحطي فيه شوية خضرة. طبعا يستحسن ويفضل ان احنا نحط خضرة. انا هنا كان عندي شبت، فقلت خلاص هحط بقى شوية شبت كده قطعتهم صغير جدا وحطيته على الخليط السائل. لو عندك كزبرة حطي برضو مع الشبت، بتدي نكهة حلوة قوي. لو مش عايزة تحطي خضرة خلاص ما تحطيش. جبت بقى القرنبيط اللي انا كنت سلقاه وصفيته كويس في المصفى. هنبتدي بقى ننزل بيه. بصوا بقى متماسك ازاي معاكي، لكن لو زودتيه في التسوية يعني زودتي عليه التسوية واتهرى معاكي مش هيبقى متماسك كده خالص.
عشان كده بقول لكم ما تكتروش في سلق القرنبيط، يعني يا دوب 5 أو 7 دقايق وبس. ببتدي احط بقى الوردات كده في الخليط السائل واغلفه كويس قوي، وبعدين احطه بقى في الدقيق والخلطه اللي احنا حطيناها دي. تمام. وابتدي اغلفه كويس جدا، وبعدين انزله بقى في الزيت على طول. هعمل معاكم كمان واحده بالشوكه كده، ببتدي انزلها في خليط السائل واشيلها على طول واحطها في الخليط التاني، وبعدين ببتدي بقى اظبطها كده واخليها كلها متغطيه بخليط الدقيق ده كويس قوي، وانزلها على طول في الزيت. تمام. نفضل بقى نقلب فيها وهي في الزيت لحد لما تستوي معاكي تماما. ولو حسيتي ان الزيت بتاعك سخن جدا جدا جدا، خلي درجه الحراره بتاعته متوسطه، ما تخليهاش عاليه، عشان القرنبيط يستوي من بره ومن جوه. ده كده بيكون شكله. هنبتدي نطلعه بقى في طبق عليه مناديل مطبخ علشان تمتص الزيت، وبعدين هنقدمه بقى مع بعض دلوقتي. ده شكله بعد ما طلعته، وده شكله بعد ما قدمناه. طبعا انا حاطاه بقى على مناديل المطبخ علشان تمتص الزيت تماما وما تحميش علينا وما تبقاش يعني تقيله قوي. تمام. بصوا ما شاء الله بقى القرنبيط مقرمش جدا، شكله يعني اللي يشوفه من بعيد كده يقول عليه ده كنتاكي بجد. شكله وريحته بجد في منتهى الجمال. تعالوا مع بعض نفتح واحده كده ونشوف الجمال بقى والعظمه. ما شاء الله عليه، حلو قوي بزياده. جربوه، وانا متاكده ان انتوا هتحبوا جدا الوصفه وهتجربوها وتكتبوا لي في التعليقات رايكم. ان شاء الله اشوفكم بقى في فيديو جديد. ما تنسوش بقى لو الفيديو عجبكم ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس للكل، علشان ان شاء الله يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي اول باول. ولو حابين اعمل لكم وصفات كده مختلفه، انتوا حابين اعملها لكم وصفه معينه، اكتبوا لي في التعليقات وان شاء الله هعملها لكم في اقرب وقت ممكن. اشوفكم فيديو جديد ووصفه جديده مع وصفه فكره مع اميره. اسيبكم في رعايه الله، مع السلامه.